احنا اتكلمنا فيديوهات كتير قبل كده عن حاجه اسمها عدسات احاديه البؤره وعدسات متعدده البؤره. النهارده عايزين نشرحهم بشكل مبسط وتفصيلي ايه الفرق بينهم. ده كده دي العدسه الامريكي احاديه البؤره، ده التصميم بتاعها. طب يعني ايه كلمه احاديه البؤره؟ معناها ان كل نقطه في العدسه نفس قوه النقطه اللي جنبها، فالنور لما بيعدي من هنا زي ما يعدي من النص زي ما يعدي من الاطراف بيخلي العدسه كلها قوه واحده. ده بيخلي العدسه تقدر تشوف على مسافه واحده، وعاده احنا بنختار للمريض ان هو يشوف على المسافه البعيده في السواقه، المشي، يتفرج على التلفزيون، في اغلب حياته العمليه. طيب لو هم يجي يقرا او ماسك الموبايل او كده بيضطر ان هو يلبس نظاره قرايه. طب افرض المريض مش عايز يلبس نظاره قرايه، هنا بقى بنلجا للعدسات اللي بنسميها متعدده البؤر. لو احنا هي نفس شكل الديزاين بالظبط، ولو عملنا زوم اكتر هنلاحظ ان هي فيها دوائر في النص كتير، معناها ان قوه العدسه بتتغير من منتصف العدسه لغايه طرفها. كل دايره دي بتدينا قوه اعلى قوه اعلى وهكذا. طيب ده بيخلي المريض يقدر يشوف على مسافات متعدده، يقدر يشوف المسافه القريبه زي القرايه او الموبايل، يقدر يشوف المسافه المتوسطه زي مثلا ماشي في الشارع يشوف ارقام اتوبيسات، الاسعار في السوبر ماركت، الحاجات دي. ممكن المسافات البعيده زي التلفزيون زي السواقه، الكلام ده. فبيقدر يستغنى عن اي نظاره بعد العمليه. وده الفرق كده بين العدستين اللي دايما بنشرحها.